الكل بيشتكي من المحاورين اللي كانوا بيحاوروا الرئيس بالامس. ده قله ادب وسفاله يا راجل. لا دي كده وقله ذليله واحده متبرجه. كانوا مستفزين يعني. الراجل مش قادر يسترسل يجي معاه. يعني كانت متبرجه ليه؟ الرجاله ماتوا يا استاذ محمود. ما عادش يجيبوا لي الرجاله ليه؟ احنا الحلقه قلنا انا رايح هناك امبارح، انا كنت في مناظره في البتاع بتاع مصر اسمه ايه، النيل الاخبار. بتكلمني قلت لها راجل، قالت لي قلت لها يجي معايا راجل. مين بتقول لها انا راجل؟ بيقول لها اللي قلت لها اللي يستضيفني راجل، اناظر راجل، ما ناظرش حريم وما تستضيفنيش امراه. وبعدين جابوا لك راجل؟ جابوا لي راجل. وانا داخل الفقره اللي قبليه ست كانت دي اللي معايا، قلت لهم مش هخش. برضه قالت يمكن الراجل اللي ليه، قلت لهم مع الست دي مش هخش. راجل مش راجل همشي. راجل كده راجل. الرئيس مش قادر على كده. لسه يقعد ابراهيم تمرجه ليه؟ يا شيخ محمود هتقولي راجل. السياسه لها وضعها. يعني ايه السياسه لها وضعها؟ ده انا رئيس البلد. اهدى رئيس البلد. اهدى، انا ما زعلتكش يا استاذ، انا بكلمك بتقول اهدى. لسه استاذ بقى. اهدى. لا السياسه لا تعارض مع الدين. لا تتعارض مع الدين. هو ما كانش برنامج ديني. متبرجه لا. ايوه ناقص. طب ماشي كمل يا استاذ ممدوح. هو ناقص ايه؟ يعني هو قال لك الازهريه ما ينفعوش في السياسه، خليك اصبر بس عليه. مره وحلم. طبعا. ولم يصنع قال الشاعر الا جللنا احد علينا فنجل فوق جهل الجاهلين. وانا جاهلت عليك يا محمد. ايدك رجع ايدك بس. انت تقول جاهلنا والدكتور عبد الله يقول لك جاهل وجهول ومجهال مش وجهلون وجهلون وجهلون. الشرف الرفيع من الاذى. استاذ ممدوح.